أثناء أولمبياد باريس 2024 حقق العرب نجاحاً ملفتاً حيث أحرزوا 5 ميداليات في يوم واحد. هذه الألعاب كانت الأنجح في تاريخ مشاركتهم. إليكم بعض التفاصيل. مصر أحرز أحمد الجندي ذهبية في مسابقة الخماسي الحديث محطماً الرقم القياسي العالمي. كما حصلت سارة سمير على فضية في رفع الأثقال. قطر النجم معتز برشم أول رياضي يحرز ميدالية في الوثب العالي 4 مرات متتالية. حصل على البرونزية في باريس. الجزائر العداء جمال سجاتي حصل على ميدالية برونزية في سباق 800 متر. البحرين الرباع غور ميناسيان حصل على برونزية في رفع الأثقال. وأحمد تاج الدين وصل إلى نهائي سباق المصارعة الحرة. تباينت آراء قادة العالم والصحف العالمية حول حفل افتتاح الألعاب، لكن النجاح العربي كان ملفتاً. هذه الألعاب شهدت إنجازات رياضية مذهلة وتنافساً قوياً.